بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي مشتركاتي الغاليات. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم وصفة، هي وصفة عادية تقليدية، يعني قديمة، ما هيش وصفة جديدة ولكن وصفة اقتصادية، يعني للمبتدئات. كاين بنات يحبوا يتعلموا حوايج هذه باش طيبوها، وصفة تصلح الرمضان، تصلح الأيام العادية. اليوم راح نشاركها معكم بطريقتي، وصفة اقتصادية ما فيهاش ياسر مكونات، ما تعبش، خفيفة في ساعة طيب، سهلة، يعني سهلة مهلة كما نقولوا في ساعة طيب. هنا عندي قطع تاع دجاج، هنا حطيت الزر على طوله هكا، قسمته عزوز. انت تحطي واش عندك فخوده ولا هكا ليكويس، تحطي ليكويس، واذا عندك صدوره ولا جناوح تاني تصلح بجناوح تاع الدجاج. وحطيت عليها بصله كبيره، حطيت كميه تاع زيت هكا، مقدار تاع، قلنا هذه الوصفه للبنات المبتدئات، يعني كاين بنات ما يحبوا يتعلموا هكا في رمضان، يدخلوا للكوزينه، يحبوا يعاونوا الوالده يطيبوا معاها. هذه الوصفه خاصه بهم، جبتها لكم هكا بطريقه مبسطه وسهله وبمقادير يعني تقدروا نقولوا مضبوطه. قلنا حطيت زوز طراف تاع دجاج، وحطيت مقدار تاع 5 حتى 6 مغارف تاع زيت. كاين بنات ما يعرفوش الكيل تاع الزيت، ولا هكا نقولوا مبتدئات في الكوزينه. حطيت من 5 حتى 6 مغارف تاع زيت. اللي تحب تحط قطعه تاع زبده هكا، طرف تاع زبده صغير، نقولوا مقدار مغرف تاع قهوه، مغرف صغيره صغيره اللي نديروا بها القهوه، تحطها معمره زبده ولا سمن. وحطيت راس تاع بصله كبيره، رحيتها في اللاشوار وحطيتها، ونخليهم يتقلاو مليح مليح مليح. قبل ما نحط اي حاجه، انا شعاري ديما كما تعرفوني، البرمه لازم تتقلى مليح باش تدي هكا النكهه، اللحم ولا الدجاج مع البصل مع الثوم. هنا حطيت زوز سنين توم، يعني ما بانوش في التصوير، من زوز هكا، زوز سنين صغار حتى ل3 سنين، ربيتهم مليح وحطيتهم مع البصل. ونقلي برمتي مليح مليح. هنا حطيت زوز كعبات تاع سناريه ولا جزر كما يسميوه، قصيتهم هكا، قصيتهم دوائر وحطيتهم. تقولوا لي هنا وعلاه تحطوا، وعلاه تحطي السناريه، واش الفايده تاعها؟ الفايده تاعها تمد الحلاوه هذيك، تعرفوا السناريه فيها كميه تاع السكر حلوه، يعني كي ناكلوها نلقاوها حلوه. انا حطيتها مع البرمتي وخليتهم يتقلاو مليح، وزدت فلفل اكحل وراس حانوت. هنا يعني الوصفه هذه ما فيهاش توابل ياسر، حطيت شويه فلفل اكحل وشويه راس حانوت، ما حطيتش فيها الفلفل الاحمر ولا الحمار ولا المعكر كما يسميوه، على خاطر نقدروا نقولوا عليها طيب بايده، هذه الوصفه تجي بايده شويه. انا حطيت كعبه طماطم، طماطم كعب، رحيتها في الاشوار تاعي مليح مليح وحطيتها. ولا تحبوا تقصاها هذيك كعبه الطماطم، تقصاها على ربعه وتحطها، تقعد كما طراف، يعني تقعد طراف بس تسيب البنه هاك الحموضه تاعها. هنا انا فضلت نرحيها ونحطها، نعاود نرجعها ونخليها تتقلى مليح مليح حتى تذوب هذيك الطماطم ويذوب هذاك البصل واللحم، يدي توابل، يعني المكونات كل تدخل في بعضها ويديو من بعضها، يعني نقولوا طماطم تدخل تتبل هذاك الدجاج مليح ويتخلط في بعضه. ونبدا يعني هنا في نفس الوقت انا قاعده نقلي فيها، وفي نفس الوقت ساعه ساعه نحط لها قطره تاع ماء. البرمه تاعها كما تعرفوا كاين الناس ما عنديش بلواغ، انا اصلا ما عنديش بلواغ. هنا حاطه برمه تاع ماء قاعده تغلي ونمرق فيها البرمه تاعي. كنت قبيله قاعده نقلي فيها وما نخليهاش شايحه، يعني كيكه باش ما تتحرقليش. كل من نشوفها نشفت هذيك لاصوص اللي فيها نقص، نحط شويه تاع ماء وقليتها مليح مليح حتى المكونات الكل دخلوا في بعضها ولات بنينه، تبلت مليح مع بعضها. نحط لها كميه تاع الماء ونخليها تغلي هنا حتى يطيب لي هذاك الدجاج، يعود يدخلوا شويه طياب. وروحوا للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه اللي هي هنا الزيتون تاعي، انا كنت عند بالي يعني قاعده نصور وانا يعني الكاميرا كانت طافيه، ما تولهتش منها. الزيتون حطيته في ماء، اول حاجه شللته سحم مليح، لانه الزيتون كما تعرفوا كي نشريوه نلقاوه مالح 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 لدرجه يعني ما تصوروهاش كيفاه. هنا حطيته في شويه، شللته ومن بعد حطيته في شويه ماء وخليته هكا شويه، واحده نقولوا نص ساعه. ومن بعد جبت هذه البرمه حطيت فيها الماء، وحطيت فيها الزيتون تاعي، وحطيت مغرف تاع فرينه عاديه يعني نديرو بها، دوبتها في الماء داكا شويه مش ياسر يعني تاع فرينه، وحطيتها. اول حاجه تنحيلو الملوحه وما تخليش اللون تاعو يتبدل، كاين يحطوا القارص تاعنا وكاين يحطوا السكر، كل واحد كيفاه. غليته الغلوه الاولى وبزعت هذاك الماء، والغليه الثانيه حطيت ماء برك، ما حطيتش فيه حتى حاجه، حطيت ماء وخليته غلا هكا نقولوا مده 5 دقائق. ومن بعد نصفيه من هذاك الماء ونحطه في البرمه تاع لاصوص.
كما قاعده تشوفوا هنا درت لكم تصوير البطيء باش تشوفوا مليح يعني الطريقه اللي درت بها. جبت هذاك الزيتون اللي غلا في الغلوه الاولى في الماء والفارينه، والغلوه الثانيه في الماء بركه، خليه يغلي كل غلوه نخليه يغلي 5 دقائق، ومن بعد نصفيه ونحطه في لاصوص. شوفوا زي ما ونخليه يغلي مع بعضاه، يدي المكونات هذوك اللي في البرمه، يدي التتبيله هذيك اللي كانت في لاصوص باش يجيني بنين، ونخليه يغلي مده يعني معينه. حطيتيه بالزيتون تاعك ون نطفي عليه، يعني مش نطفي عليه، يعني نزيد من المكونات الاخرى. هنا كاين مكونات، هنا هذه حساب انت واش تحبي. هنا احنا نقولوا لها هنا شطيطحه ولا نقولوا زيتون، كاين يدير فيها العظام، نفقسوا فيها عظمه. تنقصي للغاز تاعك خلاه. هنا التصوير تاني ما هكا البورتابل يطفالي وانا نحسب في روحي قاعده نصور وانا ما صورتش. نقصوا للغاز خلاه ونخليو البرمه تاعنا تكتك كيما نقولوا احنا بشويه، ونجيبوا العظمه ونفقصوها في هكا في كوا في الحاشيه تاع البرمه، ونغطيو البرمه. تحبي عظمه، تحبي زوز، تحبي 3 كيما تحبي، وما نحركوهاش. نفقصوا هذيك العظمه ونغطيو على البرمه ونخليوها تكتك على النار قليله قليله باش العظمه كيما صورتها لكم هنا ووريتها لكم العظمه تجي على شكلها، يعني تجي مكعبره كيما نقولوا احنا، ما تتحلش هذيك العظمه وتروح تذوب في البويون، لا تجي العظمه مدوره على شكلها. ونخليها تلبي مع بعضها. هنا البويون جاني شوفوا زي ما هي ملبي، جات ما شاء الله وجات بنينه 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 عسل. جربوها البنات هنا بالطريقه دي راح تجيكم بنينه وتجيكم ملاحه، ويعني ما تديلكمش مكونات ياسر، يعني مكونات اقتصاديه كما نقدروا نقولوا. وشوفوا زي ما جات. هنا عندي بطاطا مقليه، حطيت هكا البطاطا على الحاشيه تاع الصحن، وسربيت هذاك الزيتون وهذاك الطرف تاع الدجاج وكل شيء، وجات بنينه ما شاء الله. جربوها بطريقه هديه راح تجيكم بنينه ما شاء الله. البنات جدد هكا اللي مازالوا ما دخلوا دوين دخلوا الكوزينه. وفي الاخر زيد لها قرن فلفل اخضر ورشه معدنوس وتاكلوها بالصحه والهنا. هنا انا قدمتها مع كسره رخصيص، يعني كنت قدمتها معاكم في القناه قبل. كسره رخصيص تاني بمقادير مضبوطه تجي ما شاء الله. وجربوها بالطريقه دي البنات راح تجيكم ما شاء الله، تجيكم بنينه عسل. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. ديروا لي جيم البنات، وديروا لي اكتبوا لي تعليق واكتبوا لي كومنتير وكش ما اي حاجه يعني تحبوا تستفسروا عليها نجاوبكم عليها. والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.